على التليفون نجم حرس الحدود ونجم مصر كابتن احمد عيد عبد الملك. كابتن احمد اهلا وسهلا بيك. الو كابتن ابراهيم، عامل ايه؟ ازيك؟ اخبارك ايه؟ طمني عليك. الحمد لله تمام زي الفل، وكل سنه وانت طيب والشعب المصري كله طيب يعني الحمد لله. يا رب. قول لي الاول قبل ما اسالك عن الاحداث والامور وانت رايح فين وجاي منين، 2012 كانت حلوه بالنسبه لك ولا لا؟ لا طبعا. لا طبعا وطبعا لا طبعا ليه؟ لا عشان الاحداث اللي فيها البلد اولا طبعا، والاحداث اللي احنا فيها وتوقف الكوره وحاجات كتير بقى يعني. اكيد على الرياضيين كان في امور كتيره جدا، وطبعا اصعب حاجه هي توقف النشاط الرياضي. انما انا بقى عايز اتكلم عنك يا كابتن احمد، عايز اعرف اخر مفاوضاتك ورحيلك عن نادي حرس الحدود وصلت لحد فين دلوقتي مع نادي الزمالك. هو والله الموضوع كله كان الاول، انت عارف ان المفاوضات وقفت في الصيف وكده. كان وقفت من عن طريق نادي الزمالك وكده، كان متفق على عرض مادي معين وما وفاش بيه يعني مع نادي حرس الحدود. خد بالك بس ايه، عشان انت ايه هتقعد ترقصنا، هو انت لعيب جامد قوي واحنا مش قدك. مش هرقصك، لا انا دلوقتي العب السهل. طيب يا سلام عليك، العب السهل يلا. هجيب من الاخر يعني. خلاص انا امبارح قعدت طبعا مع مسؤولين نادي الزمالك، وكان معايا سمير عبد التواب مع دكتور عبد الله جورج خاصه يعني، والكلام دوت كان بمعرفه نادي حرس الحدود يعني. النادي عارفين ان انا قاعد مع المسؤولين وكده. بس وطبعا احنا كنا متفقين على مبلغ مادي معين في بدايه الموسم. جينا امبارح قعدنا وكده، نادي الزمالك نزل حوالي 35% او 40% من قيمه العقد اللي انا كنت متفق عليه. ده كان كلامهم، وانا كنت متفق على حاجه في بدايه. طيب هو حضرتك تقريبا كنت متفق على 2.5 مليون. لو حابب تقول ارقام ماشي، لو مش حابب خلاص براحتك. لا هو انا مش حابب اقول ارقام، بس طيب. هو يعني انا بقول لك المبلغ نزل منه 40% في الثلاث سنين. كويس قوي. 3 سنين اللي انا كنت متفق عليهم. الاجمالي في الثلاث سنين حصل تخفيض 40%. طيب كويس. طبعا انا مش كنت متفق على حاجه وكده، فهم اصلا نادي الزمالك خلى بيها يعني. فانا قلت لهم انا عرضي اللي انا كنت متفق معاكم عليه في بدايه الموسم، وهو ده اللي انا هرتدي بيه يعني. غير كده ان هم كانوا المفروض هيدفعوا نادي حرس الحدود 2 مليون ونص. المبلغ دوت هيقل كتير يعني، هيقل مثلا حوالي 60% او 70% كمان يعني. فانت دلوقتي يعتبر علقت المفاوضات ولا منتظر من نادي الزمالك رد نهائي؟ بص، هو انا عشان انا اصلا في كلام المواقع بتكتب كلام مش عارف على لسان مين والكلام ده كله والحاجات ديت. انا دلوقتي امبارح قعدت مع دكتور عبد الله واتفقت معاه، قلت له ده عرضي 1 2 3، وهو عرض عليا حاجه انا قلت له انا مش موافق عليها، وده عرضي 1 2 3 في السنتين ونص او الثلاث سنين اللي انا همضيهم مع نادي الزمالك. فراح قال لي سيبنا انا هعرض الحاجه على الناس على مجلس الاداره وهرد عليك النهارده. طبعا لحد دلوقتي ما فيش حاجه جات لي او ما فيش مكالمه جات لي من الدكتور عبد الله. طب يا كابتن احمد، انا عارف ان انت يعني بتحب نادي الزمالك، وده كان يعني رغبه منك كبيره جدا، من يمكن مش من الفتره دي، فترات قبل كده سابقه كنت عايز تنتقل لنادي الزمالك، وانت عارف طبعا. في ظل الظروف الماديه الصعبه لكل الانديه وتحديدا كمان نادي الزمالك، لانه نادي كبير ونادي له تاريخ كبير، ولكن في نفس الوقت زي بقيه الانديه عنده مشاكل ماديه. هل ممكن يبقى فيه شويه تتنازل يعني عن الشروط البنود اللي انت حاططها في مقابل انك ترتدي الفانيلا البيضاء، ولا لا خلاص انت حطيت شروط نهائيه ودي يعني؟ لا بص هو ما فيش مشكله ان انا اجي على نفسي شويه، النادي يجي على نفسه شويه، الكلام ده يعني احنا ممكن نوصل لنقطه ما فيهاش مشكله يعني، اللي احنا انا اقلل شويه هم يزودوا شويه الكلام دوت، عشان خاطر انا بحب نادي الزمالك، وده اللي انا قلته قبل كده. وكان عندي استعداد ان انا ما اخدش مقدم عقد المره اللي فاتت، قلت لهم مش عاوز مقدم عقد، ونزلت المقدم خالص والكلام دوت عشان اروح نادي الزمالك. هم اللي ما وافقوش المره اللي فاتت يعني. هم اللي ما وافقوش. فانا عن نفسي ما عنديش مشكله خالص يعني، لو الموضوع يقرب شويه بس هم الناس يعني يقدروا احمد عيد عمل ايه قبل كده عشان خاطر اللي هو يروح نادي الزمالك يعني، او يلعب في نادي الزمالك. طيب هل من الممكن انت ترقصنا كلنا ترقيصه ثانيه خالص وتقوم طالع بره مصر ولا لا؟ ممكن طبعا. ممكن. حلو. عندك عروض من ايه بره مصر؟
هو في عروض، بس انا مش هقول اسماء انديه. يعني هو في عروض من في قطر، وفي في الامارات، وفي الكويت. يعني في الثلاث دول دول، وفي الصين كمان. يعني في حاجه في الصين بمبلغ مادي يعني خيالي. حاجه فين؟ في فلسطين؟ في الصين. في الصين. بمبلغ مادي كبير كمان يعني. فطبعا بس انا مش حابب ان انا العب في الصين كده، عشان كمان مده العاده هتبقى سنتين وكده. وماله يا سيدي، ده الصين، شنغهاي الصيني فيه دروجبا وفيه نجوم يعني. ها، ما هو انا عارف، بس انا يعني مستصعب الموضوع شويه يعني. اذا جواب نهائي من الكابتن احمد عيد عبد الملك، حضرتك موجود في حرس الحدود لحد ما نادي الزمالك يفي بالاتفاقات اللي انتوا اتفقتوا عليها قبل كده مع بدايه السنه، والا هيكون عندك قرار تاني بالرحيل، وعندك عروض كتيره جدا من انديه خارجيه. الكلام ده كده مظبوط؟ مظبوط تمام. اشكرك شكرا جزيلا كابتن احمد عيد عبد الملك.